الحقيقه ده ما يبقاش شغل، ده استعباد. تخيل ان الصيدلي بياخد اقل من الحد الادنى للاجور. يعني الصيدلي اللي ذاكر وتعب 6 سنين في كليه قمه بياخد اقل من 6000 جنيه كل شهر، وده مع شغل 6 ايام في الاسبوع ومن 8 ل 10 ساعات يوميا، ولا ليه تامين طبي ولا اجتماعي ولا رصيد اجازات. بس ايه اللي وصلنا لكده؟ مصر فيها 330 ألف صيدلي وبتخرج كل سنة من 15 ل 20 ألف، يعني في صيدلي لكل 400 واحد، في حين إن المعدل العالمي صيدلي كل 5000. يعني إحنا تقريبا 10 أضعاف المعدل العالمي. النقابة ضعيفة جدا في الدفاع عن حقوق الصيادلة، أو يمكن ملهاش دور أصلا، ولا بتفرض حد أدنى الأجور، ولا بتفتح مجالات جديدة للشغل، ولا بتفرض على الكليات الخاصة أعداد محددة للقبول. دورها متفرج زيها زينا. أما السوق الخليجي اللي كان مفتوح وكان بيستوعب عدد كبير من الصيادلة ما بقاش متاح زي الأول، ما بقاش مجدي زي زمان. ولو دورنا عن الأسباب اللي وصلت الصيادلة لكده هنلاقي كتير، بس هنساعدكم تلاقوا حلول. الصيادلة ليهم مجالات كتير ومرتبات أضعاف الأرقام اللي ممكن ياخدوها في الصيدلة، بس محتاجين اللي يدلهم عليها. زي ان انت تتعلم لغه جديده وتشتغل تيلي ميديسن او ميديكال كول سنتر، وده بدا ينتشر في مصر بصوره كبيره. او ان انت تتعلم ميديكال كودينج، وده هيفتح لك مجالات كتير للشغل هاي. ده جزء صغير من المجالات المتاحه للصيادله، في اكتر من كده بكتير. هنتكلم عنهم بالتفصيل في الفيديوهات الجايه، تابعونا علشان تعرفوا.